فلسطين أرض أصبحت ولأكثر من 50 سنة مركزا للصراع بين العرب واليهود. حكمت بريطانيا فلسطين منذ عام 1917 بعد دحر الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. كان البريطانيون قد وعدوا اليهود بوطن قومي في فلسطين، فبدأ عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين بالتزايد، إلا أن البريطانيين وعدوا السكان العرب كذلك بحفظ حقوقهم. بعد الحرب العالمية الثانية بدأت سيطرة البريطانيين تواجه تحديا من قبل اليهود الوافدين من أوروبا والناجين من الاضطهاد النازي ومن معسكرات الاعتقال، وبدأ الفلسطينيون يشعرون بالخطر. في تشرين الثاني نوفمبر من عام 1947 وضعت الأمم المتحدة خطة للتقسيم، أرض واحدة في دولتين وشعبين، لكن الخطة قوبلت بالرفض. الجماعات اليهودية بدأت بأعمال التخريب ضد الأبنية العامة والقطارات والسفن، ففرض البريطانيون حالة الطوارئ، وأصبح كل شيء جاهزا لأول حرب عربية إسرائيلية. في بداية عام 1948 كان البريطانيون يحضرون للرحيل عن فلسطين. اليهود وجدوا فرصتهم لإعلان دولتهم، وكان العرب مصممين على الحؤول دون ذلك. مع بداية المعركة للسيطرة على فلسطين أخذت البلاد تغرق في حرب أهلية، وبدأ الكثير من الفلسطينيين النزوح عن مدنهم. تعرضت مدينة يافا إلى هجمة من مدفعية المورتر الهاون، وهو كان بالنسبة لنا سلاح ثقيل لم نعهد له مثيل من قبل. نجد القنابل تتفجر هنا وهنا وهنا وهنا، فهذا شجع أو ضاعف في الرغبة في إخلاء مدينة يافا. فنحن مثلا كعائلة تركت أنا ووالدي وإخوتي الذين كانوا أصغر مني، نتيجة لتكثيف عملية القصف على مدينة يافا، وبداية الشعور بأن المدينة لوحدها والقوات الفلسطينية لوحدها لا تستطيع الدفاع عن المدينة، وأن علينا أن نقليها بانتظار قدوم الجيوش العربية. وبدأ المقاتلون الفلسطينيون مهاجمة المستعمرات اليهودية وقوافل الإمدادات، فيما صعد التنظيم العسكري الإسرائيلي الهاجانة من عملياته لترحيل سكان القرى الفلسطينية. حسنا، لم يكن ذلك عمل سار، كان الترتيب هو أن نهاجم القرية، أن نعطي المدنيين انذارا، وأن نهدم القرية. الحسيني مضبوط، وراجعوها البلد راح. وعاد شو بدنا صار عليك يا دير ياسين، شو بدنا نعمل؟ صار عليك يا دير ياسين وعلى شبابك على ايامك الحلوة. منذ اندلاع الحرب الأهلية ولمدة 5 أشهر كانت قرية دير ياسين الواقعة على مقربة من القدس تعيش في سلام، ولم تكن على قائمة أهداف الهاجانة. وإلى جانب الهاجانة كانت تنشط مجموعتان إرهابيتان هما الإرجون وشتيرن، وهما قررتا الهجوم على دير ياسين. صدفة التقيت بصديق قديم في القدس وكان قد ترك الهاجنة. فجأة قال لي إن عصابتي أرجون وشتيرن استلمتا موافقة من قائد الهاجنة المحلي للهجوم على دير ياسين خلال الأيام القليلة القادمة، وكان مبتهجا. أمرتنا القيادة المحلية لعصابتي إرجون وشتيرن وقيادة الهاجنة باحتلال دير ياسين.
التقيت بقائد الهاجنة المحلي وسألته لماذا أعطيتهم موافقة. أجاب: أعطيتهم قريتين أخريين ولكنهم لم يقبلوا. سألته مرة ثانية: لماذا سمحت لهم؟ أجاب: ماذا أفعل؟ أطلق عليهم الرصاص من الخلف. وعندها قلت: إذا سأذهب معهم لأراقبهم. المهاجمون اليهود استخدموا مكبرات الصوت لتحذير السكان من البقاء في القرية. كان يطلع في مكبرات الصوت، ألقوا السلاح ونبدوا برواح. شوف، فسمعنا حس ضربة الرشاش. عاد إحنا عندنا تعليمات الرشاش ما ينضربش إلا بحالة خطر يعني. والله أنا قاعد هيك مجنبز، رفعت البرداية الطاقة قدامي، أنا طلعت إلى البلد شعلة نار، ولا هي أضواء كاشفة على كل القرية. ولم تكن القرية هدفا سهلا كما توقع المهاجمون. الحقيقة هي أنهم من منافذ هذه البيوت كانوا يردون بإطلاق النار على جنودنا. خسرنا 6 قتلى و42 جريحا من مجموع 132 فردا. أمر قائد المجموعة بالهجوم على البيوت بيتا بيتا. وهكذا أصدرت الأمر: قبل أن تدخلوا أي بيت تأكدوا من رمي قنبلة أو قنبلتين داخل البيت. ضربوها قنبلة محركة، كل حركة دار صغيرة بدك بلا 28 واحد. كان من المستحيل الهجوم على مواقع العدو من دون أن نؤذي عوائلهم، بالرغم من كونه عملا مؤسفا ومؤلما. أقول هذا مع شعوري الصادق بالأسف، لم يكن لدينا خيار آخر. كنت مع أحد رجالي أذهب من بيت إلى بيت وأنا أرى نساء قتلن هناك. في الزاوية رأيت طفلين ورجلا مسن وهم قتلى، كلهم قتلوا بالعيارات النارية، ليس بأي شيء آخر. وفي بيت آخر نفس الشيء. ثم بدأت أركض، وأخذوا بيطلع حوالي 14 شاب أسرى. ولما خلصت عند قبعات شاول وقفوهم فيك إنك السارة يا بيعرف ابن عمي هناك، وقفوهم هناك، رشوهم رشة واحدة ورموهم في المحاجر. هذه الحادثة. أنا رأيت بما عيني، شاهدت بعيني 20 إلى 25 رجلا يوقفون في صف أمام جدار ويطلق عليهم الرصاص. أعدموا جميعا. أثناء ذلك بدأ بعض اليهود من منطقة كيفات شول بالوصول إلى القرية، وكان أغلبهم من المتدينين، يجب أن أذكر ذلك. بدأوا يصرخون: يا قتلة قتلة، ماذا تفعلون أيها الأوغاد؟ كيف يمكنكم عمل هذا؟ وكانوا يتكلمون باللغة العبرية ويجاوب البعض باليديشية. وهكذا توقفت المذبحة. قتل في دير ياسين أكثر من 100 رجل وامرأة وطفل. الذين تمكنوا من النجاة هربوا إلى القدس. احنا لما وصلنا القدس أخذونا على فندق في باب الخليل، شايفة كيف؟ هناك اتجمعنا مع بعضنا، صرنا نتفكر في بعضنا، أنو اللي راح أنو اللي كذا. اجت اللجنة القومية بما فيهم الدكتور حسين فخري خالدي. فقلت له: ايه رأيك كيف نغطي هالموضوع؟ فقال لي: يا حازم، أنا رأيي إنه نعطيه أكبر دعاية ممكنة. وأعطاني بيان اللي بتحدث فيه عن مذبحة دير ياسين، وعن الاعتداء على السيدات والاعتداء على الأطفال وكل هالأشياء. ذبح أو طبيعية حبالة هذه محصلة. قال: لا، بدنا تقولوا هذا مشان نخلي 7 جيوش عربية تكون تحرر فلسطين من اليهود. وهذا بعتبره أكبر خطأ فادح ارتكبناه سنة 48. ما كنا ظاهر نفهم عقلية شعبنا، عقلية الشعب الفلسطيني. فما أن سمع الشعب الفلسطيني باللي حصل بدير ياسين واعتداء على الأعراض وعلى هالشيء هذا، إلا ما شفنا إلا بدأ يرحل
من كل هالقرى اللي كان موجود فيها. وتملك الفلسطينيين الخوف من هجمات أخرى بينما استمرت الحملة اليهودية في مختلف أنحاء البلاد. أن يقتل ناس بالمئات وهم ليسوا في حالة حرب وليسوا في ميدان قتال. والواقع أن أثر مجزرة دير ياسين كان أثرا كبيرا ومصيريا على مجموع أبناء فلسطين الذين باتوا يترقبون نفس الاحتمال بحدوث مجازر في ديارهم. القرى اللي بين اللد والرملة وبين يافا تركوا كلهم. في البعض القليل زي سلمة مثلا قاومت، وأهل اللد هون ساعدوها، أما ما صمدت بالآخر لأنه كانت محاذية جدا قريبة جدا من تل أبيب. أما بقية القرى زي صرفند والعمار وصرفند الخراب والسفرية تركوا خوف من أنه يجوا اليهود يذبحوهم. كانت كأنه كل بلد هي لوحدها لنفسها. واستمرت الهجمات على القرى الفلسطينية. في خلال 6 أشهر من بداية الحرب الأهلية نزح أكثر من 350 ألف فلسطيني عن ديارهم، ولم تسمح لهم إسرائيل بالعودة. والله مكتوب معه صلاح عمي اخو ابويا بين هالكيتين ما بنعرف مش قادرين ندخل من الشيك اللي ناصر. شايف هذا البيت كبر لصاحب الدار هذا لك، هذا في منجرة. وبدأ زعماء اليهود حملة دبلوماسية من أجل إقامة دولتهم. كان الأمريكان ضد الفكرة، ليس الرئيس بل وزارة الخارجية. قالوا لا وطن ولا دولة. أرسل بن غوريون زميله موشي شاريت إلى واشنطن للحصول على الاعتراف الأمريكي بالدولة اليهودية المقترحة. حاول شاريت كسب تأييد وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال الذي كان يعارض الفكرة تماما لاعتقاده بأنها ستقود إلى حروب في المستقبل. أوضح شاريت بأنه ليس أمامنا أي طريق سوى المضي قدما، وهذه مرحلة تاريخية حاسمة. إذا فاتتنا فمن الممكن أن نسبب مأساة للأجيال المقبلة. مارشال قال لشاريت: حسنا، هذا هو قراركم، ولكن لا تتوقعوا منا إنقاذكم. جامعة الدول العربية هي أيضا كانت قد أرسلت إلى واشنطن وفدا برئاسة أمينها العام عبد الرحمن العزام. ذهب عزام للقاء مارشال وطرح الموقف العربي. أكد مخاطر الحرب وأخبره بأن الجامعة العربية قد قررت التدخل العسكري أو على وشك اتخاذ القرار، وأن هذه الأزمة لا يمكن حلها في ليلة وقد تستمر لعدة سنين. الرئيس ترومان ساند اليهود في مطلبهم لإقامة دولتهم المستقلة. أخبرني كل الذين كانوا يعتبرون خبراء بأنه في حالة المضي بهذه العملية فإنها ستؤدي بمنطقة الشرق الأوسط إلى الدخول في حروب تتورط فيها الولايات المتحدة أيضا. وكان هتلر قتل اليهود يمينا وشمالا. رأيت ذلك ولا أزال أتذكر ذلك إلى هذا اليوم. اليهود كانوا بحاجة إلى مكان يذهبون إليه. كان موقفي هو أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يمنع ضحايا جنون هتلر من أن يبنوا لأنفسهم حياة جديدة. ولم يستطع جورج مارشال إخفاء اعتراضه على ذلك. نحن في وسط حالة خطيرة جدا، لذا يجب علينا أن نتجنب التعامل مع المشاكل العالمية على أساس عاطفي. استدعى الرئيس ترومان وزير خارجيته إلى البيت الأبيض وطلب من مستشاره كلارك كليفورد
طرح فكرة الاعتراف بالدولة اليهودية. بينما كان مارشال يتكلم كان الرئيس يصغي باهتمام، وبعدها قال: أريد أن أسمع من كلارك. لكن وبينما أنا أتكلم كنت أشاهد وجه مارشال يزداد احمرارا، وعندما أنهيت الحديث انفجر غاضبا. اتهم مارشال رئيسه بالمراوغة المفضوحة للحصول على أصوات الناخبين اليهود. لم يخفي كليسارد حقيقة أن مارشال كان غاضبا، وبأنه قال: إنهم لا يحتاجون إلى دولة ولا يستحقون دولة، إنها ليست ملكهم، لقد سرقوا تلك الأرض. هذا ما قاله مارشال. وقال: يا سيادة الرئيس، أنا لا أعرف ماذا يجري هنا، والحقيقة إنني لا أعرف حتى لماذا يحضر كليفورد هذا الاجتماع. الرئيس أجاب بهدوء: يا حضرة الجنرال، إنه هنا لأني أنا طلبت منه الحضور. وجلس الجنرال في مقعده، وكنت تشعر بالغليان في داخله. ثم أدار رأسه نحو الرئيس وقال: إنني ملزم يا سيادة الرئيس بأن أخبرك أنه في حالة تبنيك السياسة التي تقدم بها كليفورد فلن يكون باستطاعتي إعطائك صوتي في الانتخابات القادمة في شهر نوفمبر. فعم الغرفة صمت رهيب، حيث لم يكن قد سمع أي منا بمثل ذلك من قبل. لم أسمع في حياتي أي شخص يهدد رئيس الولايات المتحدة بهذا الشكل. عندها طلب ترومان إنهاء الاجتماع. كنت أجمع أوراقي عندما قال الرئيس: لقد كان ذلك قاسيا كالصخرة. مع مارشال كنت تتعامل مع عسكري محترف الذي كانت له أهدافه، ولم يكن يعطي أي اهتمام للألاعيب السياسية التي تجري حوله. أما الرئيس ترومان فكان سياسيا، وكان عليه أن يلعب اللعبة السياسية، وكان يحتاج إلى أصوات اليهود، وعليه فإنه كان معرضا للضغط أكثر من مارشال. لم يكن الرئيس ترومان يرغب في المضي بدعم الفكرة من دون وزير خارجيته الذي أصبحت توقعاته على وشك أن تتحقق. مع تزايد عدد اللاجئين الفلسطينيين بدأت الدول العربية، مصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان، حشد قواتها والتحضير للهجوم على القوات اليهودية في فلسطين. رحل البريطانيون عن فلسطين، وسارع بن غوريون إلى إعلان قيام دولة إسرائيل المستقلة. اتخذت القرار دون استشارة زملائي. في ذلك اليوم أعلنت: اليوم ينتهي الانتداب البريطاني في أرض إسرائيل، والآن نعلن قيام دولة يهودية على أرض إسرائيل تسمى بدولة إسرائيل. إعلان بن غوريون وضع الأمريكيين أمام الأمر الواقع، واضطر مارشال للرضوخ، وأصبح ترومان أول رئيس دولة يعترف بإسرائيل. أشرك بن غوريون زميله موشي شارات في انتصاره، وعينه وزيرا للخارجية. وكان بن غوريون يؤمن بأن بقاء إسرائيل يعتمد على القوة أكثر من الدبلوماسية. إن دولتنا سوف تؤسس على قوة وقدرة وتنظيم اليهود، وستعتمد مساحة وطننا على ذلك أيضا. أنا شخصيا لم أسمع إعلان الاستقلال. هذه المناسبة العظيمة كنا قد انتهينا من معركة لتونا. فتحت الراديو وكان جميع الجنود متمددين على الأرض من التعب عندما سمعوا بن غوريون يعلن الاستقلال. وصاح أحد الجنود:
يا هذا أقفل الراديو، نريد أن ننام. فأغلقنا الراديو ونمنا. وبدا العالم ينتظر معرفة ردة الفعل العربية. في مصر وبالرغم من تصاعد الأزمة كان بعض المسؤولين غير مقتنعين بفكرة الدخول في حرب مع إسرائيل، وفاتحوا الملك فاروق بذلك. عرضت الأمر كله على فاروق الذي أبدى علمه بالانتقادات والاعتراضات الموجهة ضد الدخول في الحرب، لكنه كان يشعر بأن مصر قد تعهدت في الأمم المتحدة ومع بعض الدول العربية الأخرى بأن فكرة الحرب موجودة، لذا فليس من السهل التراجع الآن. دايما في الناحية العسكرية في حاجة اسمها استكشاف، الإعداد، وحتى ذهنيا احنا مش جاهزين، فحصل ارتباك بالنسبة للناس المنفذين، يعني اللي هم العسكريين اللي هيقوموا بالعملية. في اليوم التالي من إعلان بن غوريون قيام دولة إسرائيل هجمت جيوش مصر والأردن والعراق ولبنان وسوريا. زحف الجيش المصري من الجنوب باتجاه تل أبيب. قوات أصغر أردنية وعراقية دخلت الضفة الغربية والقدس. القوات السورية واللبنانية هاجمت من الشمال. لأول وهلة كان الانطباع بأن هذه القوات المجتمعة ستجتاح الدولة الجديدة بسهولة، وبدت دولة بن غوريون كأنها لن تصمد أكثر من بضعة أيام. كنا نعتقد أنها ستكون مهمة سهلة، وبأن اليهود سوف يهربون ساعة مشاهدة الجيوش العربية المنظمة في زيها العسكري تزحف عليهم بالحراب وإلى آخره، وعليه لم نجري أي تحضيرات حقيقة. دخلنا الحرب مع جيوشنا الدائمة فقط. الجيش المصري دخل ومعه تجهيزات ل3 أيام تقريبا، انتهت ذخيرته قبل أن يصل غزة. الإسرائيليون كانوا مستعدين، وكان لديهم 60,000 مسلح، أي ما يعادل 3 أضعاف القوات العربية. وفي تلك السنة جمعوا 148 مليون دولار من الخارج، أي ما يعادل $1 مليار بأسعار اليوم لشراء الأسلحة. عندما وصلت الأسلحة تغير ميزان القوة تماما، وتحول الإسرائيليون إلى الهجوم، وتمت محاصرة الجيش المصري، ثم بقي الجيش الأردني محايدا لم يتدخل بأي شكل. وأخيرا قتل رئيس الوزراء المصري النقراشي باشا من قبل الإخوان المسلمين، وقال خليفته: هذه الحرب ليست لها مستقبل، ودعونا نصنع السلام. وأعلن وقف لإطلاق النار، وانسحبت الجيوش العربية. إسرائيل احتفلت بانتصار بن غوريون. في مصر كانت الأجواء مختلفة. ضباط غاضبون في الجيش بدأوا العمل لتغيير الأوضاع. وكنا طبعا بنحاول في خلال فترة الهدنة او غير الهدنة، الحصار ده، ان احنا نستعرض ايه الاسباب وايه كده، ونرجع للخلف اكثر من الوضع العسكري اللي كنا عايشين فيه. فدخلنا بقى في الحتة السياسية، بان الموضوع ما هوش موضوع حرب فلسطين والناحية العسكرية دي، لا،
الحكاية اكبر من كده كتير، وانه النظام السياسي في مصر نظام غير سليم. ومن هنا دخلنا على يعني تنظيم خلايا للضباط الأحرار لمحاولة تغيير هذه الأوضاع. في 23 من تموز يوليو عام 1952 نجح الضباط الأحرار في تنفيذ الانقلاب. ذهبت إلى رئيس الوزراء وقدمت له الإنذار النهائي، ومع أن استلامه صدم، صدقني، لأنه حتى هذه اللحظة لم يكن يعلم أننا سنخلع الملك عن العرش. كان منصدما واستقبلني هكذا. قلت له نعم، وسألني إذا كانت لدينا القوة الكافية، فأجبته نعم. اذهب وأوصل الإنذار إلى الملك، يجب عليه أن يغادر قبل 6 مساء اليوم. وافق الملك فاروق على التنازل عن العرش ومغادرة البلاد، واستلم الضباط الأحرار السلطة. في المركب وهو ماشي مروح قال لهم انتوا اترديتوا بيا قبل ما اتعشى بيكم، يعني انتوا سبقتوني. Meantime, from Alexandria, the royal yacht Marusa sailed. وأبحر اليخت الملكي من الإسكندرية وعلى متنه الملك وعائلته في طريقهم إلى المنفى. في القاهرة الرجل القوي الذي برز على الساحة المقدم جمال عبد الناصر وعد الشعب بإصلاحات جذرية. كانت هناك 6 مبادئ: إنهاء الاستعمار، إنهاء الإقطاع، إنهاء الفساد، وإنهاء استغلال الرأسماليين. ما فيش في ذهننا إسرائيل، لا تأتي في الأولويات. الأولويات الأول أن تنجح الثورة، أن نخرج الملك، أن مش عارف في أولويات في مصر. بعد ما نحقق هذه الأولويات وتثبت الثورة وتستقر، نبتدي نفكر بقى في علاقتنا مع العالم العربي، في علاقتنا مع كذا، في علاقتنا إلى آخره. وأرسلت إسرائيل إشارة إلى جمال عبد الناصر. قرأت في الصحف أن ناصر ينوي السفر إلى يوغوسلافيا، وقلت في نفسي إن تيتو رجل سلام. كان لي صديق هو من أصدقاء تيتو أيضا. اتصلت به وأخبرته أن يذهب إلى يوغوسلافيا ويطلب من تيتو أن يسأل ناصر عندما يأتي إن كان يرغب في السلام مع إسرائيل. أوصل تيتو الخبر، ولكن الجواب كان بالنفي، وقال ناصر إنه يخشى أن ذلك سينهي حياته السياسية وحياة نظامه، وهكذا لم تنجح المحاولة مع الأسف. مع نهاية عام 1948 ونتيجة للحرب كان حوالي 750 ألف فلسطيني، أي 80% من السكان العرب، قد نزحوا من بلادهم إلى مخيمات منتشرة في الدول العربية المجاورة. وبدأ اللاجئون الفلسطينيون ينفذون عمليات فدائية ضد إسرائيل انطلاقا من هذه الدول، وكان بن غوريون منزعجا جدا من هذه العمليات. كانت فكرة بن غوريون أن الإرهاب لن يوجد لولا مساعدة السكان العرب، ولذلك يجب أن يكون هناك سبب جيد تراه هذه الشعوب لوقف مساعدة الإرهابيين. كانت قناعة بن غوريون أن المستعمرات هي دعامة بقاء إسرائيل، وفي 70 من عمره قرر العيش في واحدة منها. استدعانا بن غوريون وقال: لقد قررت الاستقالة من الحكومة والعيش في كبوت في الصحراء. قلت: لماذا ولكم من الوقت؟ قال: لا أعرف، سأذهب لسنة أو 2 أو أكثر، لا أعرف. كل ما أعرفه أنني أريد الاستراحة.
وجاء خليفة بن غوريون موشي شاريت الذي قضى طفولته في قرية عربية، فعزم على تغيير تعامل إسرائيل مع جيرانها العرب. كان اعتقاد شاريت الراسخ أن أفضل وسيلة لضمان أمن إسرائيل هي التفاوض مع العرب. أرسل شاريت زيام ديفون إلى باريس، حيث المقر المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك. كنت جالس في شرفة الصحافة، فجاء شاب جلس إلى جانبي وبدأنا الحديث، وقلت له: سيدي العزيز، أنا يهودي. ونظرت في وجهه ولم أجد أي علامة لعدم الارتياح. من تمثل أنت؟ وأخيرا بعد نوع من الإلحاح مني قال: أمثل شاريت. قلت: أنا إسرائيلي يحلم باتفاقية سلام مع مصر. كان محظورا على المصريين التحدث إلى الإسرائيليين، لذا شعر عبد الرحمن صادق بالقلق عندما أرسل الرئيس جمال عبد الناصر في طلبه. فدخلت فوجدت البكباشي جمال عبد الناصر في منتصف الحجرة واقف. قال: عايز أبلغك إنك أنت مفوض مني باستطراد الكلام مع محدثك في باريس. وكان عبد الرحمن صادق ينقل التقارير مباشرة إلى الرئيس عبد الناصر للبحث عن إمكانية التوصل إلى تسوية بدون إراقة دماء. وفي خطوة لإظهار جديته أمر الرئيس عبد الناصر بتخفيف الحملة الإذاعية ضد إسرائيل، ووافق أيضا على تقييد غارات الفدائيين الفلسطينيين عبر الحدود. وهكذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد فتح خط اتصال مباشر مع أقوى زعيم عربي. ولكن من وراء ظهر شاريت كان بعض زملائه يتبعون خطا آخر. بن غوريون لم يكن واثقا من خليفته شاريت، وكان قد عين 2 من أنصاره في مراكز حساسة، وهما بنحاس نافون وزير الدفاع، وموشي ديان رئيس أركان الجيش. تم استدعائي لمقابلة موشي ديان، وذلك بعد مقتل شنيع لامرأة وطفليها الرضيعين الذين قتلوا في مستوطنة. هذه العملية الفدائية انطلقت من قرية داخل حدود الأردن. كانت الأوامر هي الوصول إلى القرية ونسف أكبر عدد ممكن من الأبنية وإيقاع أكبر عدد ممكن من الإصابات بين السكان. The tiny village of Kibbia on the Israel-Jordan border is in ruins. دمرت قرية قبية. الناجون يقولون إن القوات الإسرائيلية دمرت الأبنية بالقنابل اليدوية والمدفعية والمتفجرات، ودفنت عائلات بأكملها تحت الأنقاض، وقامت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بإدانة إسرائيل. عندما وصلت التقارير الأولية عن العملية كان وزير الدفاع لافون في طريقه لمقابلة رئيس الوزراء. وهكذا أرسلت إلى شاريت ملاحظة أسأله فيها: هل وافقت على هذا؟ فأوقف الاجتماع وأخذ لافون إلى الممر خارج الغرفة وبحث معه الأمر، ثم رجع إلى الاجتماع بوجه شاحب، لأن لافون أخبره أنه عمل بناء على تعليمات أو أوامر بن غوريون. بالنسبة إلى لافون والعسكريين كان بن غوريون لا يزال الزعيم الحقيقي لإسرائيل، وحتى في تقاعده كان قادرا على التأثير في مجرى الأمور.
بعد العملية استدعيت لمقابلة بن غوريون، وكانت تلك أول مرة أقابله فيها. شارون، ما هو رأيي فيه؟ ولد لطيف وجندي جيد. قال بن غوريون لي شيئا واحدا، قال: لا يهم ما يقوله العالم، لا يهم ما يقال عن إسرائيل في أي مكان آخر. الشيء الوحيد الذي يهم هو أن نبقى هنا، وما لم يصبح من الواضح أن هناك ثمنا يجب أن يدفع من أجل الدماء اليهودية، فلن نستطيع أن نبقى هنا، وهذا هو المهم. شاريت كان غاضبا جدا، وفي مذكراته كتب: لم يحصل مثل هذه العملية الانتقامية من قبل. كنت أتمشى في مكتبي وأنا أشعر بالحزن والإحباط، ولكن إنقاذا للاتصالات السرية في باريس كشف شاريت عن الحقيقة بكاملها للرئيس عبد الناصر، وهو قال ان ده من تدبير المتشددين، وانهم المعتدلون لم يملكوا منع هذا. مركز جوهرة العزيزية الدولي، جدة، شارع المكروه. في تموز يوليو عام 1954 أعلنت بريطانيا نيتها الانسحاب من قناة السويس. كلنا خشنوا بإيشو خسيفة. لقد شعرنا بأننا سنصبح معرضين للاحتكاك المباشر مع مصر. وجود القوات البريطانية كان حاجزا يقلل من احتمال قيام الجيش المصري بالتعرض لنا. وضع وزير الدفاع لافون خطة لزعزعة الاستقرار في مصر، لعل ذلك يثني البريطانيين عن الرحيل. استدعى رئيس المخابرات العسكرية. لم يكن لافون ليتوقف عن الكلام حول الحاجة إلى العمل، إلى الرد بجميع الوسائل. فوضعنا خطة لمحاولة ضرب بعض الأهداف في مصر، وقال لافون: ابدأوا بالعمل وأصدروا الأوامر إلى المجموعة. في مصر كانت المخابرات العسكرية الإسرائيلية قد جندت مجموعة نشطة من عناصر الجالية اليهودية. كنت مستعدة لعمل أي شيء يطلب مني لمساعدة إسرائيل. كنت أؤمن بالمثل العليا، كنت ساذجة. وللتمويه طلب من أعضاء المجموعة وقف أنشطتهم الصهيونية، وبدلا من ذلك ارتياد الحفلات الليلية، وفي النهار كانوا يتدربون على صنع القنابل. كان يفترض أن يكون تحضير القنبلة الحارقة شيئا سهلا. المواد الرئيسية هي الكيس المطاطي والحامض. كان علينا أن نعرف كم من الوقت يستغرق كمية معينة من الحامض لاختراق الكيس المطاطي لكي تبدأ المواد القابلة للاحتراق بالاشتعال. كلمة السر إلى المخربين من أجل بدء العمليات جاءت عبر برنامج في الإذاعة الإسرائيلية اسمه اختيارات لربة البيت. بكهير في القاهرة ذهبت إلى إحدى دور السينما بينما ذهب زميلي إلى دار أخرى. وضعت القنبلة
تحت بعض المقاعد الفارغة، ثم خرجت دون مشاهدة الفيلم أو أي شيء آخر. ولكن عندما حاول زميله وضع القنبلة الأخرى لم تجري الأمور حسب المخطط المرسوم لها. في حراسة على السينمات وكده، ففي سينما في اسكندرية اللي مسؤول عن الحراسة لقى واحد خارج من السينما وعمال يحترق، والاحتراق جاي هنا في البنطلون. لان هو جاب العبوه وحطها في البنطلون، العبوه احترقت، فطبعا حرقت له الحته دي كلها. فالعسكري طبعا او المراقبه بتاعتنا مسكت البتاع ده وابتدت الخيط التحقيقات. كانوا في انتظاري على السلم، وعندما حاولت الهرب ضربوني وألقوا القبض علي. حاولت أن أفهم لماذا يلقون القبض علي، ولماذا يحتجزونني، ولماذا يضعونني في شاحنة ويأخذونني إلى المركز. قالوا لي اسكتي، وإذا لم تسكتي سنشنقك. التحقيق مشي كويس يعني في باسلوب مهذب وكل حاجه، يعني اوعى حد يفتكر ان احنا عذبنا حد ولا حاجه. وكان اعتقال المخربين العشرة العنوان الرئيسي في الصحف المصرية. ذهبت إلى شارت وقلت له: انظر، هذا هو البيان من القاهرة، ماذا تعرف عنه؟ قال: لا، هذا غير صحيح ومن غير الممكن. كيف يحدث شيء مثل هذا وأنا رئيس وزراء لا علم لي به؟ ودعا شارت مجلس وزرائه إلى اجتماع طارئ. جاءني موشي شارت وقال لي: يا زياما، اجتمعنا في مجلس الوزراء، نحن قلقون جدا مما يحدث في المحاكمة، نريد أن نفعل كل شيء لمنع أحكام بالإعدام. أرسل شارت مبعوثه إلى باريس لكشف الحقيقة لممثل الرئيس عبد الناصر. قال إنه تم تدبير هذه المؤامرة في وزارة الدفاع، وأنهم لا يعرفون عنها أي شيء، فالمتطرفون المتشددون هم المسؤولون عنها بالكامل. إلا أن رد عبد الناصر كان خلاف ما توقعه شارت. فعبد الناصر قال: يبدو أنه الأقوى، ويبدو أنه يضع العقبات أمام الفريق الآخر ليرسل إلينا نحن رسالة أنهم أي المعتدلين غير قادرين على حكم إسرائيل. أغلق الرئيس عبد الناصر خط الاتصال السري. 2 من المخربين أعدما في القاهرة، وحكم على مارسيل نينيو وروبرت داسا بالسجن لمدة 15 عاما. وفي مذكراته كتب شارت أنه تلك الليلة كان يعيش كابوسا، وفكر: إذا لم أطرد لافون فمعناه أنني أساند شيئا عفنا سيدمر وزارة الدفاع وقيادة الجيش، وإذا اتخذت إجراء بطرده فإن ذلك سيدمر الحزب ويسبب فضيحة، فماذا علي أن أفعل؟ قررت الحكومة نفي علمها بما حصل، وادعت أن اليهود المصريين أبرياء واتهموا زورا، وصدق الرأي العام الإسرائيلي ذلك. اعتقدوا بأن الأمر كله مسرحية، محاكمة سياسية، لم يعلموا بالحقيقة، ولذلك بالطبع بدأ الرأي العام يقول: الآن بدأوا بإعدام اليهود في القاهرة، وهذا غير مقبول، وعلينا أن نفعل شيئا. رجل واحد فقط كان في وسعه تلبية مطلب الرأي العام الإسرائيلي، وما هي إلا شهور قليلة حتى عاد بن غوريون من جديد رئيسا للوزراء، ولكن شارت بقي وزيرا للخارجية.
مع تبدل ميزان القوى في المنطقة تحول اهتمام عبد الناصر إلى أمور أخرى، وكان لابد له من تحديث جيشه، فاتجه صوب الاتحاد السوفيتي. وحصلت مصر من موسكو على أحدث أنواع الدبابات والطائرات القاذفة ومقاتلات الميج. أرسل بن غوريون بدوره وزير خارجيته شاريت لإقناع الأمريكيين بأن إسرائيل بحاجة إلى أسلحة إضافية. كانت أمامنا مهمات خطيرة، ونحن في وسط كل ذلك، وإذا بنا نسمع فجأة أنه وردا على هجوم سوري على زوارقنا في بحيرة كينيريت قامت إسرائيل بهجوم مضاد بكامل قواتها، وأن ما يقارب 70 جندي سوري قد قتلوا بالإضافة إلى العديد من المدنيين. وهكذا تمددت فرصة لإسرائيل في الحصول على الطائرات، وحتى بشكل غير مباشر. في ذلك الوقت اتصل شاريت هاتفيا بمكتب بن غوريون. كان شاريت غاضبا جدا وقال إنه عائد. ذهبت لاستقباله في المطار. خرج من الطائرة مع زوجته زيبورا وكان غاضبا جدا، لكنه لم ينطق بشيء، ولكن زوجته لم تستطع السيطرة على نفسها وقالت: ألا ترى ما يفعله رئيس الوزراء؟ لقد خرج عن حده، كلكم تطيعونه وتقولون آمين لكل شيء يفعله، ألا ترون الضرر الذي سببه؟ حضر بن غوريون الاجتماع المقرر لقيادة حزبه، ولم يكن يعلم أن شاريت سيواجهه علنا. وقف شاريت على المنصة وبدأ يصف وضعه في واشنطن، وكيف كان على وشك الطلب من الإدارة الأمريكية بتزويدنا بالسلاح، وفجأة وجد نفسه أمام هذه العملية العسكرية التي غيرت الوضع رأسا على عقب. وقال: حتى الشيطان لم يكن ليستطيع أن يختار توقيتا أسوأ من ذلك. كلمة شاريت كانت كالطلقة بالنسبة لبن غوريون، اهتز في مقعده ثم اعتدل، وكنت تشعر بأنه كأنما ضرب طلقة. وعم الصمت الغرفة. نظرت إلى بن غوريون وكان شاحبا، وعندما سمع تلك الكلمة أصبح أكثر شحوبا. كانت في يده ورقة بدأ يمضغها بأسنانه ثم رماها جانبا. لم يستطع ذكر السبب الحقيقي، لم يستطع أن يقول أنا أدبر حربا وهذا الرجل يتدخل فيها. جميع تلك التحفظات لم تكن لتؤثر على رئيس أركان الجيش الجنرال موشي ديان. قلت لديان: موشي ماذا تريد؟ قال: أرغب جدا في أن أثير عبد الناصر والجيش المصري للقيام بهجوم مضاد لكي يستخدمه كحجة. كانت نية بن غوريون افتعال حرب قبل أن تتمكن القوات المصرية من التدرب على الأسلحة السوفيتية. توصل بن غوريون إلى نتيجة: إما أن يطرد شاريت أو أن يرحل هو، لا بد لأحدهما أن يرحل. قام جدعون رافائيل بزيارة شاريت. قال شاريت: توا زارني صاحب العظمة الجلاد وقطع رأسي، وكانت تلك هي النهاية. بعد إزاحة شاريت من طريقه بدأ بن غوريون يعد لتنفيذ خطته تجاه مصر. في تموز يوليو عام 1956 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس المملوكة من كل من بريطانيا وفرنسا. في هذا الوقت أرسل بن غوريون مبعوثا سريا إلى فرنسا. قال لي وزير الدفاع الفرنسي: هناك عملية يخطط لها من قبل فرنسا وبريطانيا للحفاظ على حقوق البلدين في قناة السويس. وسألني ماذا يحدث لو اشتركت القوات الإسرائيلية.
وكم من الوقت تحتاج للوصول إلى القناة؟ انتظر بن غوريون عودة مبعوثه بقلق. سألني بن غوريون: حسنا، ماذا عن الفرنسيين؟ فبدأت أخبره بموقفهم وأشرح له خطتهم، فقاطعني قائلا: دع موضوع الغارات الانتقامية جانبا، هذا الأمر الجديد يغير الصورة بأكملها. فقرر أن تقوم إسرائيل بالهجوم على مصر مدعومة سرا من قبل بريطانيا وفرنسا، اللتين تلجأان بعد ذلك إلى احتلال قناة السويس. وفي 29 من تشرين الأول أكتوبر شنت إسرائيل هجومها المقرر. في اليوم التالي أعلنت بريطانيا وفرنسا الإنذار المتفق عليه مسبقا لوقف العمليات العسكرية. رفضت مصر وقف القتال. في 31 من تشرين الأول أكتوبر هاجمت القوات البريطانية والفرنسية أهدافا مصرية. تراجعت القوات المصرية إلى الضفة الغربية وأغلقت القناة، ثم فرضت واشنطن وموسكو وقفا لإطلاق النار، وانسحبت القوات البريطانية والفرنسية. أزمة السويس كانت انتصارا لإسرائيل التي أثبتت في غضون 8 سنوات بأنها أصبحت قوة إقليمية. الرئيس جمال عبد الناصر خرج من الأزمة واثقا بأنه قاتل وحصل على نصر كبير ضد النفوذ الغربي في الشرق الأوسط. إلا أن الصراع بين مصر وإسرائيل ظل كما كان في السابق، واستمرت المواجهة لسنوات مقبلة. برعاية شركة بيت الطاقة للتجارة والمقاولات، الوكيل المعتمد لمكواي، نظم وأجهزة محاربة الحرائق في المملكة العربية السعودية. شركة الحسين التجارية، وكلاء ساعات لونجين، سيكتور وفيليب شاريال. شركة الحسين واليحيى التجارية، وكلاء ساعات سايكو في المملكة العربية السعودية. شامبو أورجانيك لشعر قوي وصحي من جذوره. شركة ساباد لتكاثر النخيل بالأنسجة. سارة. شركة زينل للصناعات المحدودة. مركز سعد الطبي بالخبر. ولكسس من شركة عبد اللطيف جميل. مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بدا العرب وإسرائيل مرة أخرى على شفا الحرب. الطرفان مجهزان بالأسلحة المتطورة التي حصل عليها كل منهما من إحدى القوتين العظميين، وبدا الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت من أفضل جيوش العالم عدة وتدريبا. اشتبكت وحدات من الجيش السوري مع مستوطنين يهود عند الحدود السورية الإسرائيلية. ردت إسرائيل باستخدام الدبابات والمدفعية والطائرات، وصرح رئيس الوزراء ليفي أشكول بأن القوى الأجنبية الصديقة ستتفهم الوضع. في أيار مايو من عام 1967 اتخذت القيادة السوفيتية خطوة أدت إلى تغيير خارطة الشرق الأوسط وإلى خسارة فادحة لحلفائها العرب. فقد كانت البداية تقريرا كاذبا من الاستخبارات السوفيتية. كان رئيس مجلس الشعب المصري أنور السادات في موسكو للقاء رئيس الوزراء السوفيتي كوسيجين.
كان لقاء عاديا بين دولة وحليفتها العظمى، وفي نهاية الزيارة ودعه نائب وزير الخارجية السوفيتي. عند توديع سيمينوف للسادات دعاه جانبا وأخبره بأن الإسرائيليين يحشدون قواتهم على الحدود السورية. من الواضح أنه أراد أن تصل هذه المعلومات إلى عبد الناصر فورا. كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر بطلا قوميا في نظر العرب، وكان متوقعا منه اتخاذ إجراء ما إذا حشدت إسرائيل قواتها ضد سوريا. أمر عبد الناصر رئيس أركان الجيش المصري باستكشاف نوايا إسرائيل. رحت الجبهة السورية بين سوريا وإسرائيل، فما وجدتش شيء غير عادي، وطلبت منه آخر صور جوية عن الحدود، فجاب لي صورة يوم 12/5 وصورة يوم 13/5. بحثت في الصورتين فلم أجد شيء. البعثة العسكرية لم تجد ما يؤيد التقرير السوفيتي، إنما أيضا جه ما يؤكد من جانب السفير السوفيتي مرة أخرى إنه التقرير ده صحيح، وإن المخابرات السوفيتية ما زالت مصممة على إنه هناك حشود وإن الموقف خطير. نشر الدبلوماسيون السوفيات الخبر في المنطقة بما في ذلك إسرائيل، وسرعان ما وصل الخبر إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته. كانت الساعة 2:30 صباحا عندما دخل أحد المساعدين وهو نصف نائم، وسألته ماذا حصل؟ أجاب إن السفير السوفيتي موجود تحت في غرفة الاستقبال ويصر على أن يراكم حالا. سألني إشكول ماذا نفعل؟ فأخبرته نستقبله بثياب النوم. زار السفير السوفيتي إشكول ليلا وسلمه برقية كوسيجين. أجاب إشكول فورا أنا مستعد لمقابلة الحكومة السوفيتية لمناقشة الوضع. كان السفير غاضبا. أنتم تقومون بالتعبئة وتحشدون القوات في الشمال. أجاب إشكول هل تريدني أن أذهب وكما أنا الآن إلى الجولان أو الجليل معك وسترى بأننا لا نحشد شيئا؟ قال السفير السوفيتي لا. اعتقد السوفيت في ذلك الوقت بأن أمريكا تتعرض لهزيمة في فيتنام، وأرادوا إضعاف نفوذها في منطقة أخرى حتى ولو كلف ذلك حربا جديدة. كنا نعتقد بأن الحرب ستكسبنا أهدافا جغرافية وسياسية حتى لو انتهت بحالة عدم الحسم، لأن المصريين باستخدامهم أسلحتنا واعتمادهم على دعمنا العسكري والسياسي كانوا سيبرهنون بأنهم قوة قتالية متمكنة. وهكذا فمن الممكن أن نتوقع بأن ميزان القوى في الشرق الأوسط كان سيتغير بشكل أساسي أثناء الحرب وبعدها أيضا. أمر الرئيس جمال عبد الناصر بتعبئة قواته المسلحة، وبدت خطة موسكو في إثارة الحرب ناجحة. معلومات الروس ادوها لنا بتخلي الموقف يتصاعد طبعا. اصبحنا احنا ملزمين بان احنا نحرك قوات لسينا تكون مستعدة للهجوم على الجزء الجنوبي من اسرائيل اذا اسرائيل حاولت تتعرض لسوريا. عبد الناصر كان مش عاوز يحارب اسرائيل، عبد الناصر عاوز يكتسب مظاهر دعائية إيجابية عن طريق استخدام القوات المسلحة كقوة.
الضغط كان موجود من الإذاعات زي ما قلنا قبل كده، الإذاعات الأردن وإذاعات السعودية، إن عبد الناصر بيختبئ وراء الأمم المتحدة. منذ حرب السويس عام 56 وقوات الأمم المتحدة تؤمن منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل. طلب عبد الناصر من القوات الدولية الرحيل، واتجهت أنظار العالم إلى ميناء صغير على حافة شبه جزيرة سيناء هو ميناء شرم الشيخ. اتصلوا بي وقالوا لي قوات شرم الشيخ، فقلت لهم سحب قوات شرم الشيخ معناها هنحط قوات تحمي العلم المصري، مفروض ان احنا نقفل القنال. قفل القنال معناه الحرب. إغلاق مضيق تيران كان بمثابة إعلان الحرب، لأن هذا المضيق يتحكم بالممر التجاري الوحيد لإسرائيل إلى النصف الشرقي من العالم. أهلا وسهلا، احنا مستعدين للحرب. قواتنا المسلحة خليج العقبة يمثل المياه الإقليمية بتاعتنا المصرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان احنا نسمح للعلم الإسرائيلي أن يمر في خليج العقبة. بيهددوا بالحرب اليهود، بنقول لهم أهلا وسهلا، احنا مستعدين للحرب. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن حق من حقوقنا. هذه المياه هي مياه وبدأ الإسرائيليون يستعدون للحرب. استدعى رئيس الوزراء ليفي أشكول الوزراء والقادة العسكريين. نحن القادة العسكريون أخبرناه بأنه لا خيار لنا سوى تعبئة القوات. لدينا 72 ساعة فقط، ربما أكثر قليلا، للتحضير للحرب، وأي تأخير سيساعد الجيش المصري لتحريك فرق إضافية إلى سيناء. طلب القادة العسكريون الإسرائيليون عدم الانتظار أكثر. كان رئيس الأركان الجنرال رابين عصبيا جدا، رأيته يدخن عددا كبيرا من السجائر ويأكل كل المكسرات والزبيب أمامه. حذر أبا إيبان من الاندفاع للحرب. قلت يجب أن نحاول تجنب الحرب، وذلك بإطلاق بعض التحذيرات وممارسة الضغوط على المصريين. ثم أرسل السيد إشكول لي ملاحظة تقول: ماذا تفعل هنا؟ أرسل رئيس الوزراء إشكول وزير خارجيته إلى واشنطن لطلب مساعدة حليفة إسرائيل الكبرى، وعند وصوله إلى العاصمة الأمريكية مع السفير جدعون رفائيل تسلم برقية عاجلة. كانت التعليمات موقعة من قبل رئيس الوزراء إشكول، وتقول بأن النقطة الأساسية التي يجب بحثها مع وزير الخارجية والرئيس الأمريكي هي معلوماتنا التي تفيد بأن مصر خلال 24 ساعة ستهجم على إسرائيل. قلت لجدعون هذا جنون بكل بساطة، فإن هذه المعلومات لا تتفق مع كل ما سمعته إلى الآن. البرقية تضمنت تضخيما متعمدا للتهديد المصري، بينما وحسب تقارير الاستخبارات الإسرائيلية نفسها لم تكن مصر على وشك الهجوم. كما تضمنت البرقية أمرا لوزير الخارجية بطلب تعهد فوري من الأمريكيين بتقديم الدعم العسكري لإسرائيل. لا أستطيع وصف تأثير ذلك في إضعاف مهمتي. أولا كنا نبدي الذعر، ثانيا كنا نقوم بعمل يجب تجنبه في الدبلوماسية، وهو الطلب من الطرف الآخر عمل شيء ليس بوسعه القيام به. قلت له بأن يغض النظر وأن يستمر في نفس الخط. قال: كيف أستطيع ذلك؟ فأنا وزير الخارجية ورئيسي يبعث لي بتعليمات. ونهاية برقيته تقول: لا تستفسر ولا تجادل. طلبت مني حكومتي معرفة نية هذه الحكومات لإعادة فتح الممر المائي. أنتم تسألوني عما تريد الولايات المتحدة فعلا. جئت إلى هنا لكي أعرف ماذا تنوي الولايات المتحدة عمله.
وتم إبلاغ الرئيس ليندون جونسون بفحوى البرقية. كان الرئيس قد قال لي ولدين رسك، وسأنقل الكلام بشكله الفج: آتوني بإبان هنا إلى الجناح العائلي في البيت الأبيض لنشتغل عليه، لأننا كنا سمعنا بأن الإسرائيليين هم على وشك المبادرة بالهجوم على المصريين. أدخلوني من أحد الأبواب الخلفية للبيت الأبيض لكي نتجنب الصحفيين. تحدث إيبان بشكل مطول ولبق كعادته دائما، ولكن ما كان يريد قوله كان شيئا بسيطا، وهو أن هذه الأزمة هي أزمة حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل، ويريد أن يعرف ما الذي ستفعله الولايات المتحدة. عبر الرئيس وببساطة عن شكه كون إسرائيل في خطر، وقال: أنتم لستم في خطر، ولكنكم في موقف صعب جدا، ولكن لستم في خطر محتم. قال الرئيس لوزير الخارجية: نحن لا نعتقد بأن مصر على وشك أن تهاجم إسرائيل، وأكثر من ذلك إذا هاجموكم فسوف تتغلبون عليهم. وطلب الرئيس جونسون من وزارة الدفاع الأمريكية تقييما لنتائج حرب محتملة في الشرق الأوسط. كانت توقعاتنا أنه إذا بادرت إسرائيل بالهجوم بإمكانها أن تهزم مصر في 7 أيام، أما في حالة عدم مبادرتها بالهجوم وبدأت مصر هجومها أولا فإن ذلك يأخذ منها وقتا أطول، فقد تنتصر إسرائيل خلال 10 إلى 14 يوما. ثم أخرج الرئيس ورقة وبدأ يقرأ وكأنه يقرأ من كتاب مقدس، وما قالته هذه الوثيقة هو أن إسرائيل سوف لن تكون بمفردها ما لم تقرر هي أن تكون كذلك. إذا اتخذتم قرارا منفردا ستكونون لوحدكم، وكانت تلك جملة خالية من العواطف تماما. سوف لا نأتي للدفاع عنكم إذا بدأتم أولا. قبل أسبوع من تسلم إسرائيل التحذير الأمريكي كان وفد مصري قد زار موسكو. دخلنا ولم نرى حتى شوارع موسكو، وبدأنا بقى في المباحثات، ياخدونا بالسيارات مغلقة أيضا إلى داخل الكرملين. حذر السوفييت بدورهم حلفائهم المصريين من المبادرة بالهجوم. قال رئيس الوزراء كوسيجين: أخبر الرئيس عبد الناصر بأنه إذا بادرت بالهجوم فهذا سيقود إلى التصعيد، وقد يجر القوى العظمى إلى الأزمة، وأن أمريكا والآخرون سوف لن يقفوا جانبا. فقلت له احنا مهدين الموقف، يعني وقفل الخليج ده معناه مش معناه ان احنا هنحارب أمريكا. السوفييت حرصوا على تأكيد جدية ما يقولون. سألنا أساسا عن التعاقدات اللي كانت موجودة عشان تتنفذ بسرعة، خاصة قطع غيار الطائرات اللي زي ما قلت أنا قبل كده كان ممكن ناخدها في إيدنا بشنطة. كان المصريون دائما يطلبون أسلحة في كل وقت وعلى كل مستوى للمفاوضات، ومن ضمنهم بدران أيضا. مش بيرفضوا تزويده لنا، بيقولوا ده مش موجود اساسا، ملوش وجود. فعلا صدمت، يعني قلت مش ممكن، يعني الاتحاد السوفيتي الصديق يعني كيف يتعامل معنا في هذه الازمه بهذه الصوره، والحرب قد تكون على الابواب. قبل مغادرته موسكو بقليل تبلغ وزير الحربية المصري رسالة أخرى من وزير الدفاع السوفيتي. مارشال جريتشوكو أخذني على جنب واداني الرسالة دي، قال لي ما تخافوش، احنا لو الامريكان اتدخلوا احنا معاكم 100%، لو الامريكان تدخلوا في المعركة. نقل بدران الرسالة مباشرة الى الرئيس عبد الناصر. في ذلك اليوم خطب عبد الناصر مؤكدا للشعب المصري مساندة السوفييت للعرب، واستدعى قادته العسكريين وامرهم بالاستعداد لاستيعاب الهجوم الإسرائيلي واتخاذ موقف دفاعي. قائد القوات الجوية على كرسي كان قاعد على الكرسي وقف
وقال it will be crippling. قال له يا سيادة الرئيس الضربة الأولى will be crippling، قالها بالإنجليزي، يعني الضربة الأولى هتكسحني، هتكسح القوات الجوية. فبص له عبد الحكيم عامر رد عليه قال له طب يا حقيقة يا صدق تحب تحارب إسرائيل، تاخد الضربة الأولى وتحارب إسرائيل ولا ما تاخدش الضربة الأولى وتحارب أمريكا؟ وخرجت تظاهرات حاشدة في القاهرة هاتفة لعبد الناصر ومؤيدة الحرب ضد إسرائيل، وتصاعد التوتر في أرجاء المنطقة. الملك حسين كان على خلاف مع الرئيس المصري منذ سنين، إلا أنه قرر تجاوز الخلافات عندما شعر أن الأردن مهدد. لقد أخبرت قادة جيشنا بأنني أخشى أن تكون الحرب وشيكة، وإذا اندلعت فأنا متخوف من النتائج. إننا في الأردن نشكل هدفا رئيسيا. وفي الصباح ركبت طائرتي وذهبت إلى القاهرة، واستقبلني الرئيس وكنت أرتدي الزي العسكري وأحمل مسدسي معي، فقال لي أراك تحمل مسدسا، وقلت له أنا هكذا طوال الأيام القليلة الماضية حيث أقضي وقتي مع قواتي. عندها قال شيئا غريبا، قال ماذا سيحدث لو فجأة ألقينا القبض عليك وأنكرنا حقيقة وصولك إلى هذا البلد؟ لم يعلق الملك حسين، ووقع معاهدة دفاع مشتركة مع الرئيس عبد الناصر، ووافق على وضع قواته تحت إمرة القيادة العسكرية المصرية. كنا على وشك الدخول في حرب، فلذلك كل التحفظات التي كانت لدي في الماضي حول مجيء أي قوات إلى الأردن قد تبددت بالنسبة لي. اعتبر الإسرائيليون أن الهجوم سيأتي عليهم من الجبهات الثلاث: الأردن وسوريا ومصر. وكانت إسرائيل في حالة تعبئة عامة منذ أكثر من أسبوع، فقد تم استدعاء جميع الرجال بين عمر 18 و55 إلى الخدمة العسكرية. وصادرت الحكومة جميع السيارات والشاحنات، وأغلقت أكثرية المصانع، ولم يكن في استطاعة إسرائيل البقاء في حالة التعبئة العامة لمدة طويلة. مع ذلك كان رئيس الوزراء أشكول لا يزال مترددا.